بوديوم. 9:12 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نكملوا معكم بوديوم مع جديد الفنانين والألبومات. اخترنا اليوم باش نحكيو على تأسيس كيان عشاق صابر رباعي. باش نحكيو فيه أكثر مع إيناس اللي هي من بين المعجبين بصوت صابر رباعي. زاد معنا معاوية من سوريا لكن مقيم بالسويد. خلينا نرحب قبل كل شيء بمعاوية. مساء النور معاوية ومرحبا بك على موجاتنا. شكرا لكم على الاستضافة الجميل هذا. دونك تفهم فيا ظاهر معاوية نحكي تونسي ولا هيك نفسر لك شوي؟ لا طبعا نفهم. هذه لهجة فناننا الأستاذ صابر رباعي. شكرا لك يا سيدي، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعينا في سوريا وإلا زيدا جاليتنا بالخارج في السويد. شنو أحوالك معاوية؟ تمام الحمد لله، شكرا لك. نرحبوا زيدا معنا إيناس على الخط الثاني. مرحبا بك إيناس. عسلامة، بونسوار ما شيري. عسلامة لاباس إيناس؟ دونك إيناس مش غريبة علينا، تحكي معنا من نابل ومستمعة وفية زادة بنت الدارين وبنت الدار ومن عشاق صابر رباعي. عشاق من أقدم العشاق. باهي خلينا نبدا شويه بمعاويه باسكو هو يسمع فينا من برا. خلينا نرحبوا به ساعه قبل كل شيء. معاويه احكي لنا شويه كيفاش تغرمت بصابر رباعي، علاش تغرمت بصابر رباعي رغم انه فما برشا اصوات، فما برشا فنانين حلوين من سوريا. هلا نحن طبعا اكيد ما بندور على الجمال، يعني ان كان او ما ندور على الجنسيه، ان كان سوري او عراقي او سعودي او تونسي، يعني نحن ندور على الفنان الحقيقي الكامل المليء بالاخلاق وفن حقيقي وطربي يذهل الاذن اللي تسمعه يعني، وتواضع وكل شيء. وطبعا نحن فانز وعشاق صابر رباعي نتخذه قدوه لينا يعني طبعا. دونك كنتي شنو في حياتك معاوية؟ متى ديما تسمع ومغروم برشا بالفن او شنو تعمل في حياتك كل يوم؟ هلا نتابع الفنانين لكن اكيد مش متابعة صابر رباعي. صابر رباعي حكاية اخرى يعني. انا اول مرة سمعت فيها صابر رباعي يعني مش كانت مش بس يعني مش كانت وقت اغرامي فيه. اتوقع كل الفانز والعالم العربي سمعوا صابر رباعي من اغنية سيدي منصور اللي نالت نجاح كبير، لكن صراحة يعني مش من وقتها بدأت نحبه. يعني ممكن كنا نسمع الاغاني اللي تنشهر له، لكن الحب ابتدى من ذا فويس الموسم الاول. صابر كان هيبة، اخلاق، تواضع، احترام، جمال، عفوية يعني. يمكن زيادة معاوية البرامج اكتشاف المواهب ولا تتقرب أكثر زيادة الفنانين. خاطر قبل في التسعينات ربما نشوفوا ديما الفنان يغني ولا نسمعوه في الكاسيت ولا في السي دي. اليوم ولينا نشوفوا الفنان أكثر بعفويته، ولينا ندخلوا لداره، ولينا نجموا نتواصلوا معاه على الفيسبوك. يمكن ولا يقرب أكثر لفان مع الفنانين. أكيد عرفنا الكثير عنه، وبعد تابعت أخباره. هو مش يعني مش أي حدا يقدر يدخل لقلب صابر رباعي يعني بسهولة. صابر رباعي فنان برأينا لا مثيل له يعني. ولكن الحمد لله نحن نجحنا بهذا الشيء. أنا أشوف أننا نجحنا. باهي الهدف انتم زاد من تأسيس كيان عشاق صابر رباعي، وشنو نشاطك زاد في الكيان هذا معاوية؟ كيان عشاق صابر رباعي ابتدى من هذا اسم عشاق صابر رباعي ابتدى من جروب في التويتر. الجروب فيه معنا الأستاذ صابر رباعي وفي تواصل بيناتنا الحمد لله. لكن يعني الفكرة ابتدت انه هذا الجروب ما اخذش حقه، يعني هو صحيح صغير لكن مفعوله كبير وما يستحقش انه يظل هكا ولازم يكبر. والهدف من هذا الكيان كان هو اننا نجتمع محبين صابر رباعي تحت سقف واحد ونوحد جهود كل الفانز شبكات التواصل الاجتماعي يعني. والهدف الأكبر طبعا هو مساندة الأمير صابر رباعي، ونقدم له الدعم معنويا إعلاميا. أهم شيء هو
نجاح الفنان صابر الرباعي هذا شيء لا غريب عنه. ونجاحنا كفانز ونديه أفكارنا، ونتمنى أكيد هذا الشيء ينال إعجابه يعني. شنو هي اللهجة ربما اللي تحب تسمع بها صابر الرباعي معاوية؟ بالتونسي يكون خير، ولا وقت اللي يغني بأي لهجة أخرى تكون أقرب ليك؟ هلا أغانيك صراحة قلت نحب صابر فنان خلق بالزمن جميل يعني، الأغاني هذه قليلة عليه اللي يغنيها حاليا، لكن نسمعه بأي لهجة يعني. شنو هي أقرب أغنية ليك معاوية وقت اللي تبدأ هكا بينك بين روحك تبقى تدندن بيها؟ هلا حاليا الأغنية اللي أحسها تمثل جواتي وتختصر حالتي حاليا هي أغنية حلفت أقول لك. حلفت أقول لك. لكن أغاني صابر كلها ما نستغني عن سماعها طبعا. تقريبا معاوية كان يسمع فيك توا صابر الرباعي شنو تنجم تقوله؟ هلا إذا يسمع فينا نتمنى أننا نكون عند حسن ظننا دائما في هذا اللي نقوله، وإن نحبه بس يعني فقط، هذا لا غير. بس لازم نقول شيء لازم الناس تسمعوا أنه صابر الرباعي يتكرم سفير للنوايا الحسنى فوق العادة بالأعمال الخيرية اللي قام فيها في سنة 2016 طبعا بعد تكريم سفير فنانين الشباب العرب. وناطرين حاليا كليب مالي ومال الناس، ويسعد لي هالطلع على نار يعني. نتمنى له التوفيق. تقريبا الجروب متاعكم معاوية فيه زيادة فيه تقريبا ديفانس من كل الجنسيات العربية، سعوديين من طبعاً مصر طبعاً. من لبنان. شنو هي علاقتك انت زيادة بالجنسيات الأخرى وبالليفان الآخرين؟ تتواصلوا مع بعضكم زيادة؟ تواصلنا ما يوقف يعني ما يوقف ابدا، ونحب نوجه لهم تحيه عبر اذاعتكم ونقول لهم ان شاء الله دوما مجتمعين على حب الاستاذ صابر الرباعي. طبعا الشكر الكبير اللي لازم نوجه بهذا الشيء لاستاذ صابر الرباعي انه جمعنا من جنسيات اخرى وعرفنا بعض وحبنا لبعض حب اخوه طبعا اكيد. شكرا لك معاوية، نشكرك برشا على مداخلتك، وانا عندي سبيسيال ديديكاس ليك، تحية ليا من ليك والكل مستمعينا في السويد ومن سوريا. حلفت اقول لك نسمع منها اكستري ورجعينا. حلفت اقول لك صابر الرباعي ذي من اختيار معاوية اللي كان معنا. نمشيو للفان الثاني اليوم من جروب او كيان عشاق صابر الرباعي مع ايناس من نابل. مرحبا بك من جديد ايناس. جيتي عسلامة. أهلا بك. دونك أنا باش نختبر اليوم باش نعرفك فان ولا لا صابر الرباعي. حكينا شوية على أغنية حلفت أقول لك، وقتاش خرجت، وقتاش غناها صابر الرباعي. ما تحرجنيش أنا أخذت نوبل، أنا ريبرتوار القديم الكل حافظته من الأول حتى الآخر، خاطر أنا من أقدم الفانز، وأنا خاصك معناتها نحب صابر من عام 93 يعني من صغيرة. مش نقول لك على عمري باش ما نقولكش بالضبط معناتها. لا نعرف مازلت صغيرة. دونك ما مانيش باش نصيبك يا إيناس. وقتاش الأغنية ذي خرجت؟ احكي لنا عليها شوية. ألبوم ولا سنجل؟ هي في الآخر باش تاخذ جايزة راه. هي الأغنية في بالي سنجل معناتها ماهيش تبع ألبوم. خرجت سنجل يا 2 ans وما نعرفش نكتب. أنا ما ركزتش مع اللوتور اللي كومبوزيتور في الحق، نسمع الأغنية هكا ما نعرف وقتاش بدأت كها. باهي انت من بين اللي فان في الجروب هذايا ناس، احكي لنا شويه كيفاش تواصلت معهم، كيفاش جات الفكره. الحكايه انا دايوغ ابار اللي انا جي فان صابر دوبي لونتون. الحكايه اللي انا جي رجواني معناتها الجروب صافي با لونتون، معناتها الحكايه من بديت من الانيفرسير نتاعو الاخراني اللي هو وقتاش. انا كنت يعني وقت اللي عملنا له كادو حضرنا له فيديو اللي هو وقتاش الانيفرسير نتاع صابر الرباعي. 13 مارس. 13 مارس. كمل عاد العام. عام 67. عام 67. باهي برافو. هذايا كون حتى الفنانين ما يحبوش يقولوا على اعمارهم. ليه مش مشكله، عاد نعرفوا نساء هذوك ما يحبوش يقولوا على اعمارهم، اما راشد ظهري مع الرجال ما عندهمش مشكله. هكا ساره ولا مازلنا صغار احنا والحمد لله. صابر عمره 49 سنه، يا ربي ان شاء الله طور في عمره. حكي نكملك معناتها من الانيفرسير نتاعو اللي حضرنا له فيها كادو فيديو معناتها بسواتنا وكل شيء،
وعملنا له كادو. هو الى فرح بالحكايه والى بارتاجي معناتها لا فيديو كل شيء. من وقتها انا جو جواني الجروب دو تويتر، خاطر اغلب الفانز العرب نعرفوا اللي المشارقه ينشطوا اكثر على تويتر من الفيسبوك. دونك انا على خاطر صابر وعلى خاطرهم هما وليت ساكنه في تويتر تكون معناتها اجور نحكيو معناتها لي اكتيفيتي اجور. من وقتها احنا خممنا يعني قلنا احنا نحبوا صابر ونتبعوا فيه في كل شير دوازة، علاش ما نعملوش حكايه تترجم حبنا احنا. دونك جيت فكرت كاين عشاق صابر باي. دونك اللونسمون تاع الكاين كانت نهار 18 افريل، على خاطر هو بدا نهار الباسيون نتاعو تورناج نتاع لي ديكليب مليون من الناس ويفاد لي حتى لا. واحنا انا لونسي الجروب هذايا، وهو معناتها الى ايكورون معناتها يسمع فيها وفي باله وكل شيء، لا بارتاجي لانفورماسيون. وقالنا ميرسي بوكو. احنا فرحنا اللي هو قاعد يجاوب معنا، اللي هو قاعد معناتها في كل حاجه نعملوها هو توصله، معناتها فرحانين برشا اللي هو قاعد يتابعنا. دونك كيفاش علاقتك زاد ايناس ربما بالافراد الاخرين اللي في الجروب نتاعك؟ علاقتي معناتها علاقة صحبة، علاقة ناس نعيش معهم كل يوم. صحيح ما همش قراب، ما همش في تونس، ما همش فما ناس اللي ما همش توانسة يعني من البلدان العربية الأخرى، لكن معناتها اوني اون كونتاكت اجور يعني كل يوم نحكيو من الصباح لليل. كي نبدا انا بيان سور فازية بيان سور انا نخدم، دونك في الليل نحاول معناتها باش نلقى وقت باش نحكي معهم نشوف ايش جديد، خاطر لازم يكون معناتها بيسك الجروب هذا تعمل باش نكونوا نخدموا من بعضنا، يعني ما يلزمش واحد يغيب لفترة طويلة. دونك صحابي وحبيبي الناس الكل اللي شفتوهم معناتها رئيسي كاين حسين من ليبيا وصفية من اليمن وبرشا ناس معناتها نحبهم، ما نحبش نذكر اسمائهم باش ما يتغشش عليا خاطر ما برشا. ايما الكل نسلم عليهم ونقول لهم يعطيكم الصحة على كل شيء تعملوه الامير نتاعنا. طيب فما برشا يسمعوا فينا ايناس ربما زاد اللي ما يعطوش برشا اهميه بحكايه لي فانس هذه، انت واحده من الناس، شنو تنجم تزيد لك الحكايه هذه؟ انا بالحق فان معناتها صابر. دونك انا نعمل حاجه فان انورمون بليزير اللي انا نعمل حاجه نحبها وتحضر كل حفلاته. ايناس معناها وقت اللي يجي صابر لتونس تحضر كل حفلاته. حضرت له كيلكو كونسير، حضرت له في القبه، حضرت له في الحرامات، وعمليه والاخر حفله كانت وقتها ما قلت جو ناريت با كروار اللي صابر جا البلاد نتاعي يعني المدينه نتاعي في نابلس. عمل حفله اول مره في نابلس وانا كنت حاضره، وكانت حفله طياره على الاخر وروحت مبحاحه بالحق فرحانه من احلى، كانت سهره من الحلم بالحق، كانت سهره حلوه برشا. كنت فرحانه اللي صابر معناتها نابلس عمل حفله في نابلس. دوك احنا جبدنا العمر في اكثر من فرصه توا ايناس. ترى انه الانضمام ولا المشاركه في المجموعات هذه او في الخليه هذه مربوط شويه بالعمر؟ معناها انتم تقريبا معاويه انت عندكم زاده من مصر السعوديه، تقريبا الاعمار تتراوح بين شنو بين 14 سنه معناها تقريبا لي جينيراسيون الكل موجودين 14 سنه حتى ال 42 في الجروب نتاعنا نتاع تويتر، حتى 42 معناتها شوف الحب ما عندوش عمر بالنسبه ليا، وانك تكون مغروم بموسيقى فنان وبغناء فنان وتتابع في كل حاجه وتحاول تخصص وقت معناتها حيز من وقتك انت من حياتك باش تتبعوا باش تدعموا باش تساندوا. ماهوش معناتها مبروك ضمر دايوغ احنا محتاجين الشرائح العمريه الكل. تقريبا تتفاعلوا كل يوم مع الفنان صابر رباعي ايناس، يقبل اقتراحاتكم، يقبل نقدكم، كيفاش تواصلكم معه؟ احنا متفاعلين معهم مع سون مانجور علي المولى، يعني علي المولى لو كان يكون صابر ساعات يبدا اوكيبي ولا حاجه نوصلوا اقتراحاتنا لعلي المولى. معناتها هو ديما يجاوبنا ديما يحكي معنا. صابر زاده عامل سي في نقولوا احنا عامل فولو الاغلب الفانز اللي في الكيان عاملين سي في في تويتر ويتابع فيهم، وساعات يعمل لهم ريتويت واللي يعمل لهم ريتويت الناس الكل تفرح. ما تقول لك يجيك يقول لك انا صابر عمل لي ريتويت حاجه تفرح معناتها اللي هو معناتها يعرف خاص توا كمان يعرف بالاسامي. تو يمكن نتذكر شويه اسامي صابر، يمكن مش الكل اما اكيد يعرف بعض الاسامي نتاع اللي فان اكتيف اللي قاعدين يخدموا له اجور واللي تعبين على خاطره واللي بالحق هو معناتها
يقول بالحق شكرا لجهودكم معناتها والتعب اللي تخدموا فيها على خاطري. دونك هو اكيد معناتها إلي على اوتور وفي باله بكل شيء نعملوا فيه وممنون بالحق كما يقول اللبنانيين. دونك تحلم علاش ليه تكون مرة أخرى مديرة أعمال صابر رباعي إيناس؟ مديرة فرد مرة. علاش ليه مادام انت مواكبه الكل تقريبا اعماله الفنيه والكل اخباره؟ تبارك الله عليك يا ايناس، فانز باتم معنى الكلمه، وصدقني تنجم تكون مساعده تعالي المولى. انا نضمن لك معناها نضمن الحكايه هذه. انا امنيتي حلمي انا حلمي صغير قبل ما يكون حلم كبير. حلمي صغير اللي انا نقابل صابر خاطر انا نحضر له في الحفلات. بون ما نجمش نكون نقابل صابر فيس تو فيس مره هكايا في في راديو في حاجه اللي نتصور مع معناتها هذا الحلم الصغير نتاعي. معناتها ما نمشيش للاحلام بعيده وكبيره. دونك هذه الحلم الصغير نتاعي. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكتب لي عمر ونشوفه هكايا مني ليا ونعبر له على الحب ديريكتومون مباشره. ما نبقاش في العالم الافتراضي وحتى في الحفلات باللي نحضر له باللي نعمل نشيخ على اغنياته ونشيخ على صوته مش كيف معناتها. ان شاء الله علاش لا تكون المقابله هذه على موجتنا المره الجايه ايناس مع الفنان وامير الطرب العربي صابر رباعي. نخلي لك كلمه الختام. شنو تحب تقول صابر رباعي؟ اكيد كان يسمع فينا. افون دي كيستي نحب كذا نحب نسلم على الفانز الكل اللي قاعدين يسمعوا فيا توا قاعدين حاليا يسمعوا في وظيفه من كل الدول العربيه، من اليمن من سوريا من السعوديه من مصر من ليبيا من الجزائر. نحب نقول نوصل حبي لصابر لي انا معناتها طول السنين هذه الكل ما قدرت نكون كان فان لصابر. نقول له اللي انا نحبك برشا واللي انا حافظت لك اغنياتك الكل بالاغنيه بالالبوم من الصغيره من عام 96 حتى توا. احسب انت قداش مانيش حاسبه. نقول نحبك برشا يا رب. ان شاء الله احنا اي حاجه تخرجها نبداو افيك امباسيون نستناو فيها ووقت اللي تهبط صدقني تهبط حاجه جديده. نهايه اللي تهبط حاجه جديده قلت عليها عيد في الكيان، قلت عليه عيد في الجروب، عيد رسمي نبداو الناس الكل فرحانين ونحتفلوا وكل شيء. دونك نحب نقول له اللي انت معناتها لا سورس دي نوتر بونور صابر. انت مصدر سعادتنا ويا رب ان شاء الله ديما تقعد امير الطرب العربي. انت فنان تونسي انا فخوره اللي انا تونسيه على خاطر زاد صابر تونسي كيف نفرح ولد بلادي اللي هو مشرفنا لبرا. ويا رب يقعد ديما مشرفنا واللي انا نحبه برشا. ويا ربي نحبه يجي مره اخرى للنيفل ونحضر له ولا يجي حفلات ونحضر له ان شاء الله. نتمنى من المهرجانات اللي قريبه بحذايا خاطر انا جو با نمشي الكارتاج بعيده شويه عليا. ونحب نقول نحبك برشا ونقعد ديما نحبك ونقعد ديما فان في داري الصابر الرباعي وكها.